اهلا حبايبي، يلا نعمل النهاردة طبق بليلة بالكنافة. بس ايه روعة، حاجة كده جميلة وسهلة جدا. يلا نسمي الله ونشوف الطريقة. عندي هنا كمية من البليلة، نقعتها طول الليل وسويتها بالطريقة العادية لحد ما بقت معايا بالشكل ده. عندي هنا كوبايتين من اللبن، هضيف عليهم معلقتين من السحلب او النشا حسب ما حضراتكم عايزين، بس السحلب بيديها طعم وريحة جميلة جدا. هنحط السحلب وبعد كده هنضيف كمية السكر حسب برضو ما حضراتكم عايزين. هنضيف كمية السكر وهنضيف السحلب. كل الإضافات دي هنضيفها على البارد، وبعد كده بقى نبتدي نشغل عليها النار. هنحط الكمية بتاعة السكر وبعد كده هقلب كده بالمضرب ونشغل عليها النار، واقلب تقليب كده بسرعة علشان ما يبقاش فيها اي تكتلات، والسحلب يفك كويس في اللبن. وبعد كده بقى هنسيبها تغلي لحد ما تتقل خالص وتدينا الشكل اللي احنا عايزينه. بصوا ده السمك اللي احنا عايزينه، يعني احنا مش عايزينها اتقل من كده ولا اتقل ولا اخف، بحيث ان هي يبقى السمك بتاعها جميل كده ومناسب لما بنيجي نحط فيها بقى كمية القمح بتاعتنا او البليلة، هتدينا السمك المطلوب بالظبط. هنضيف بقى كمية البليلة بتاعتنا اللي احنا سلقناها. البليلة لما بنسلقها مش بتاخد معانا يعني ايه تسوية خالص، احنا اهم حاجة ان احنا ننقعها ليلة كاملة، وتاني يوم الصبح بنشغل عليها ونسيبها تستوي، وبتستوي معانا بسرعة ومش بتاخد وقت خالص. بصوا بعد ما حطيت كمية القمح بتاعتنا او البليلة هتدينا بقى، بصوا السمك ده كده حلو جدا، مش عايزينه اخف من كده علشان يبقى كريمي وحلو جدا. هتبتدي تغلي كده، بمجرد ما تغلي غلوة واحدة هنبتدي بقى ايه نفضيها في الاطباق بتاعتنا. هنفضي البليلة بتاعتنا كده في الاطباق كلها، هتبقى بالشكل ده. وبعد كده بقى هنجيب كمية من الكنافة المحمرة، هتحمريها بأي طريقة، ممكن تحمريها على البوتاجاز من فوق، وممكن نحمرها في الفرن حسب ما حضراتكم عايزين. بندهنها كويس جدا جدا بالسمنة، وبعد كده وبنرش عليها رشة من سكر البودر، وبنحمرها في الفرن بتاعة البوتاجاز، بتتحمر معانا وبتدينا لون حلو جدا زي اللي حضراتكم شايفينه ده. وممكن تحمريها على البوتاجاز من فوق برضو، بس في الفرن بتبقى احلى لانها مش بتاخد كمية سمنة كتيرة. هنحط بقى الكنافة بالشكل ده، وحسب برضو ما انتوا عايزين ممكن تحطي طبقة كنافة كاملة يعني على الطبق كله من فوق، وممكن تفرديها فرد كده حسب التشكيل ده حسب ما حضراتكم عايزين. هنحط الكمية بتاعة الكنافة اللي احنا عايزينها، وفي الوقت ده لو عندك بقى اي نوع مكسرات بتضيفيه معاها. انا عندي هنا زبيب هضيفه كده على الاطباق، وتبقى كده بقى الكنافة بتاعتنا خلصت. احلى واجمل طريقة للكنافة. ممكن بقى لو الدنيا ساقعة وفي الشتاء بتاكلوها دافية او سخنة، لكن لو احنا بقى في جو الصيف بتدخليها التلاجة زي الرز بلبن كده وبتخرجيها، بيبقى طعمها حلو جدا جدا. ولما بتدخليها التلاجة بتمسك نفسها، يعني بتبقى اتقل من كده شوية وبتبقى حلوة جدا، بيبقى طعمها كريمي وبيبقى طعمها حلو جدا جدا. وممكن تضيفي عليها قشطة، يعني ممكن وانتي بتعمليها تضيفي عليها برضو قشطة. ممكن تحطي قشطة على الوش كده، قطع من القشطة برضو بتبقى حلوة جدا.